وهل استحق الزمالك ضربة جزاء لناصر منسي أم لا؟ خلينا نشوف الإعادات، ومن خلال الإعادات نشوف الاعتبارات هل كانت متوفرة لاحتساب ركلة الجزاء أم لا. من لعب الكرة؟ الذي لعب الكرة هو ناصر منسي. هل هناك احتكاك أم لا؟ بالفعل هناك احتكاك بإهمال. من قام بهذا الاحتكاك هو حارس المرمى. من هو المسؤول عن هذا الاحتكاك هو حارس المرمى، وبالتالي ركلة الجزاء موجودة، واستدعاء حكم الفار كان صحيحا، واحتساب ركلة الجزاء كان صحيحا. الحالة الثانية من مباراة بيراميدز والزمالك، هل استحق كريم حافظ لاعب بيراميدز الكارت الأحمر؟ في الإعادات بنجد اعتبارات اللعب العنيف كلها موجودة، من حيث السرعة والقوة وامتداد الرجل والمنطقة التي استخدمها اللاعب وهي أسفل الحذاء، وكمان المنطقة المستهدفة للاعب الزمالك كانت في وتر أكيلس أو أعلاه. كل هذه الاعتبارات متوفرة لوجود الكارت الأحمر. كان يجب على حكم الفار استدعاء الحكم لتغيير قراره من الكارت الأصفر إلى الكارت الأحمر. كارت أحمر مفقود.